اختي جات لكم بتحدي جديد النهارده. اختي انا هخيرها ما بين حاجتين واللي هي هتختاره انا هنفذه. النهارده مقررين حاجتين، يا ميك اب يا لبس. فلو عجبكم الفيديو حط لايك ويلا بينا بقى ما نرغيش كتير ونبدا. اختي عارفه ايه اللي في الورقتين دول، يعني عارفه ان في واحده فيها ميك اب وواحده فيها لبس، بس احنا دلوقتي عايزين نشوف هي هتختار انهي واحده، واللي هي هتختاره انا هنفذه بدون تفكير. يعني حتى لو قالت لي بوظي وشك انا هبوظه. يلا بينا بقى نشوف. اختاري. لا، حسيت ان احنا بنلعب الشاي مرة. يا ترى هتلبسيني ايه؟ ميك اب. شايفه بجد يبقى لبس عشان خاطر احنا يعني مظبطين ورق كتير، فاللبس بجد كان هيبقى بشع 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 لو هي اللي اختارته. انا واثقه فيكي، يعني مش واثقه فيكي بصراحه. ميك اب. دلوقتي تعالوا نشوف بقى تاني خطوه. بما اننا اخترنا خلاص الميك اب واختي واقفه ورا ومتحمسه جدا، هي عايزه تخلي وشي خريطه، انا واثقه فيها يعني. خلينا دلوقتي نشوف هتختار ايه. لو تختاري ايه يا رب. يا رب تختار اللي في عايزين بالك. الصعب، يعني انا عايزه يا جماعه هما الورقتين واحده فيهم سيمبل وواحده فيها ميك اب فول ميك اب، يعني انا عايزه لك اكيد الصعب، يعني اكيد مش هختار لك السهل. يا ترى هيطلع صعب؟ كنت عايزه سهل. اختارت فول ميك اب. احنا الخطوه الثانيه، يلا نخش على الخطوه الثالثه. هنبدا دلوقتي باول خطوه، هنبدا بترتيب الميك اب. احنا ظبطنا الورق كله، فدلوقتي انا حاطه لها ورقتين، ورقه فيها يعني حواجب تخينه وورقه فيها حواجب رفيعه. فدلوقتي هنبدل كده ما بين الاثنين عشان هي ما تعرفش. دي ظهرك يا بنت. يلا يا جماعه. يلا جماعه اختارت حواجب تخينه. حواجب تخينه ايه ده؟ انا حواجبي اصلا خط، يعني انت بتقولي ايه؟ جماعه عايزه تضحك عليا، عايزه تضحككم عليا. بس الحلو حلو برضك. مش شكرا 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 يا جماعه. بصوا بتثبتني وبتضايقني في نفس الوقت. هناخد الموضوع ستيب باي ستيب. فدلوقتي هنبدا بالحواجب وهنعملها تخينه. ودلوقتي هبدا بالحواجب. جبت قلم التحديد الصغنن ده بتاع الحواجب، هحدد بيه حواجبي بحيث ان انا اعرف اعرضها شويه، وبعد كده هعمل الفراغات بالاي شادو. طيب يا جماعه زي ما انتم شايفين كده قد ايه انا متعصبه. الحلاوه دي ايه رايك؟ تحفه. بقول لكم ايه يا جماعه، ده زكيه زكريا بجد كان شكله الطف من كده بكتير. لازم طبعا نداري الجريمه دي بان احنا ننظف حوالين حواجبنا. ما اهم حاجه الترتيب. انا حاليا رسمت وجبت الكونسيلر عشان خاطر انظف تحت حواجبي يا جماعه. وبعد ما نضفنا حواجبنا طبعا والحاجب طلعت بيرفكت، انا مش متضايقه خالص خالص خالص، انا بعيط من جوايا. دلوقتي احنا جبنا 2 فاونديشن، واحد فاتح واحد غامق، فانا مش عارفه بجد. يعني اتمنى انها تختار حاجه حلوه، يعني نفسي اتبسط والله. ما اتبسطتش غير بحوار الميك اب، ويا ريتني ما اتبسطت. يلا اختاري انهي واحده. حادي. انا حوليت. ماشي اختارت يا جماعه فاونديشن غامق. انا الحمد لله ما بحبش افتح نفسي، فاعتقد الفاونديشن. بعد ما اختي اختارت لي الفاونديشن الغامق، فانا جبت الاثنين الغامقين دول. ده بيبي كريم وده فاونديشن. ده من كيكو، وده صاحبتي كانت سايبهولي عشان هو طلع فاتح عليها وهو غامق عليا، فانا اخترته هو. طبعا انا عايزه اقول لكم ان ده فول كفرج، يعني انا لو حطيت منه نقطه انا هروح في داهيه. بصوا هحط حرفيا بالمعنى الحرفي نقطة. شايفين يا جماعة درجته عليا غامقة. فكر اعمله في نص وش ولا وشي كله؟ اعمله في ايه؟ ردي. لا احنا يعني خلينا نشوف اللوك كامل. يعني يا لهوي عليكي، انت مصممة تعملي فيا كده ليه؟ برضك اللي تعملي فيا ما عملتش فيكي اي حاجة قبل كده بجد. حب لاخواتي يا جدعان. يا لهوي البندانة بتبوظ. كده تمام صح ولا حاطة كتير؟ حطيت قليل عن شكل قليل. تمام؟ لا والله ما عاملة. انا بسألكم بس ليه كتير ان انا حاطة كتير يعني. طيب دلوقتي بقى هدمج بالفرشة، فهسيبكم انتوا بتشوفوني وانا بوزع.
وبعد ما حطيت البلاشر الحمد لله نيجي للخطوه بتاعه الروج. كده مش فاضل غير الروج والماسكارا، فربنا يستر عليا بجد. عندنا ليب جلوس وعندنا ليبستيك اللي هو الروج العادي. فدلوقتي بسم الله يلا اختاري. انت ليه مش بتبصي على الورق عشان اعرف اللي انت مش عايزاه؟ لا ما انا مش هحدد لك طبعا، يعني انا راضيه باي حاجه. يا بنتي اختاري حاجه هاديه يا بنتي. كنت عايزه احط ليب جلوس يا جماعه. يلا بينا. هختار طبعا بني، يعني ما هو مش معقوله بعد ده كله هحط ليبستيك مثلا احمر. يعني هحدد شفايفي دلوقتي. دلوقتي انا مش عارفه بجد يعني ايه. بسم الله. اختاري حسستها يا جماعه ان انا متضايقه وهي اختارتها. انا مش عايزه احط رموش طبعا بعد المنظر ده. بصي الماسكارا دي بتطلع للغاليين بس، دي ماسكارا سكاي هاي ب 450 جنيه بس. انا عشان خاطر محتاجه اداري الجريمه دي فمحتاجين نخلي عينينا احلى حاجه في الموضوع، فهنستخدم لها الماسكارا دي. يلا بينا نحط الماسكارا. متشوقه جدا للميك اب لوك. انا لحد دلوقتي يعتبر يعني بشوفه في مرايه. بصوا يا جماعه المرايه بايظه يعني، فاتمنى ان انا اشوف اللوك ده قدام المرايه الحقيقيه عشان خاطر اتصدم بيه. انا وقفت دلوقتي قدام المرايه ومش قادره اصدق ان اختي تعمل فيا كده. يعني يرضيكي؟ انا بذمتك انا ينفع اخرج بالمنظر ده؟ طيب يا جماعه بصوا بقى، عشان نتكلم في كلمه الحق انا هقول لكم انا كعبير بيطلع عليا كل حاجه تحفه. يعني دي كده حاجه الانا يا دي كده حاجه يعني مش هنتكلم عنها. تاني حاجه انا حواجبي عجباني بس مش الاتنين. عاجبني ده، حاسه ان ده لايق عليا، وفي نفس الوقت حاسه ان انا اصلا كعبير مش بحب الحواجب الرفيعه، بس ربنا خلاني بحواجب رفيعه فمش هغير فيها يعني. فقشطه كده الحواجب تمام. نتكلم عن الاي شادو. الاي شادو درجاته تحفه، الاي شادو نفسه يعني هو درجاته تحفه. انا بقى عملته بطريقه تحفه جدا. زي نيجي بقى زي ما قلت لكم للاي شادو، هو الوانه حلوه بس يمكن يكون ما اتظبطش او ما اتدمجش كويس عشان المرايه ما كانتش معايا. نيجي للبلاشر، هو بصراحه مش عاجبني خالص عشان الموضوع كان محتاج له كونتور مثلا او ما يتحطش حاجه اصلا. واخر حاجه الشفايف اللون بتاعها مش عاجبني نهائي. كان عايز لها نود يعني حاجه فاتحه ومعرفش ليه اللون ما ظبطش، فالشفايف نطلعها من الموضوع. واللوك كمان كان ناقص له ايلاينر بس احنا ما كناش عاملين ضمن التحدي ايلاينر فنطلعه بره الموضوع. بالنسبه للماسكارا فهي كده حلوه لان الماسكارا دي استخدام يومي وبحبها قوي. فكتوتال يعني تقيمي الميك اب لوك من كام؟ خلينا نعمل فوت يعني حلو. احنا نشوف رايكم انتوا في الكومنت بالظبط يعني. بس اديهم رايك انتي برضو يعني. ادي تقييم حقيقي واقعي. مش هقدر. لا لازم تقولي. لا بصوا انتوا قولوا لي وهنشوف اكتر عدد هيقول ان هو حلو او وحش وبس. ولو عجبكم التحدي وعايزين نعمل تحديات من النوع ده تاني بس بقى على حاجات مختلفه اكتبوا لنا في الكومنتات. وعايزين بصوا كل اللي عاجبه الميك اب لوك ده يحط لايك واللي مش عاجبه يحط ديسلايك عادي جدا، ما عنديش مشكله خالص. هنشوف عن طريق اللايكس بتاعت الفيديو. وبس كده فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ويا ريت يا جماعه نخش على الانستجرام عشان بنزل كل الصور وكل الديتيلز بتاعت حياتي اليوميه في الستوريز. وبس كده الفيديو النهارده يكون خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.